انا في انترفيو ولقيت حد بيسالني تعرف ايه يا باشمهندس عن نظام النسح المياه او الدويتري، او ايه هي فكرته. ببساطه كده يا جماعه، نظام نسح المياه او الدويترنج ده عباره عن ان انا عايز اقلل منسوب المياه الجوفيه من اسفل اساسات المبنى اللي انا هنبدا فيه تنفيذ. طب ايه هي فكره عمله او طريقه تنفيذه؟ طريقة تنفيذه نفس طريقة تنفيذ الخازوق، ولكن بتكون بعمل عملية صب، كأنك هتعمل خازوق في الأرضية، وبعد كده بنجيب ماسورة. الماسورة دي بنعمل فيها من تحت حاجة زي نظام مصفى كده، بنخرم حوالي متر أو متر ونص من الماسورة دي، ونلف حوالين المتر ده سلك شبك فايبر أو بقلاوة، بحيث إن أنا نعمل حاجة تمنع لي هروب التربة وانسداد المصفى بتاعة الماسورة دي. وبعد كده بجيب مضخة وخرطوم، بنزل الخرطوم ده داخل الماسورة دي، وابدأ اسحب المية الجوفية وانقلها خارج الموقع بتاعي. بعد ما اكون سحبت كمية كويسة او المضخة خلاص ما عادتش بتسحب تاني، خلاص بوقف سحب على كده، وبجيب اللودر ونبدأ نحفر، نشوف منسوب المياه الجوفية دي قل معايا ولا لا، قل بالكمية اللي أنا عايزها ولا لا. دي كلها كده، أو ببساطة دي فكرة عمل الدويكرين أو نسح المياه.